السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مين فينا ما اكلش المكرونة بالصلصة كده ايام الطفولة وهو راجع من المدرسة كده والجو برد، ويلاقي مامته عامله له بقى ايه مكرونة بالصلصة، ويا سلام بقى لو دخلتها له الفرن كمان تبقى اخر دفى. تعالوا نشوف انا بعملها ازاي. عندنا المكرونة، انا عندي ده كيلو كيلو الا ربع. وعندي طماطم حوالي نص كيلو. هقطع كده الراس بتاعتها وهعمل لها فتحات كده في الجناب. وكان عندي كمان برضو طماطم كانت في الفريزر، فكده كده متفرزة، فبتبقى القشرة بتاعتها خفيفة شوية. حطيت عليهم المية وحطيتهم اتسلقوا، وكده قشرت القشرة بتاعتها وهضربهم مع بعض بقى. الفتحات اللي احنا عملناها في الطماطم دي بتخلي الطماطم تبقى سهلة في التقشير زي ما انتم شايفين كده. بعد كده عندي بقى حلة عشان خاطر اسلق المكرونة، احط لها الملح بس. والحلة التانية دي بقى هنعمل فيها الصلصة، حطيت لها زيت. وعندي بقى فلفل متقطع وبصل متقطع قطع صغيرة يعني. وهقلبهم بقى كده لغاية اما ياخدوا لون. بس يعني الموضوع سهل وبسيط وجميلة جدا، بجد بتبقى طعمها تحفة. كده اخدت لون الذهبي، حطيت عليها توم. اول ما التوم يطلع ريحته كده بقى هبدأ انزل بالصلصة، الصلصة اللي هي العلب، يعني بمعلقة او اتنين على حسب زي ما انت بتحبيه يعني. بتفرق كمان في اللون، يعني لو الطماطم عندك لونها غامق بتبقى اغمق لما تحط لها الصلصة، فتحاولي ان انت ايه توازني يعني الصلصة اللي هتحطيها. ولو لونها فاتح قوي الصلصة بتعدل اللون. تمام. حطيت بقى الطماطم اللي سلقناها وعصرناها، طبعا اتقشرت كده بتبقى جميلة من غير القشر. بعد كده نحط بقى ملح ورشة من السكر وكمون وبابريكا، واسيبها بقى ايه تتسبك كده مع نفسها وتبقى صلصة تقيلة. هسلق بقى المكرونة انا عاوزاها 3/4 سوا، مش عايزاها سوا كامل. هنتشلها كده من المية بالشكل ده، واقلبها بقى كده، يعني انا هاخد حبة حبة كده لغاية اما اقلب ويبقى كله لون واحد، لغاية ما اخلص كمية المكرونة اللي انا هحطها. تمام. بصوا هي كده جميلة جدا وتتاكل بألف هنا. انا بقى بحب احطها في الطواجن بقى كده واحطها في الفرن تحت الشواية يعني، مع رشة من الفلفل الاسود كده في الوش، وادخلها بقى تحت الشواية تاخد اللون الحلو دوت، ويكون مقرمش كده، الطبقة اللي من فوق بتبقى مقرمشة وجميلة جدا. جربيها كده جميلة جدا وهتعجبك. ويا ريت ما تنسينيش بقى في اللايك والاشتراك في القناة على اليوتيوب وصفة هدير سعد، ويا ريت على الفيسبوك تشيري الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن. شكرا جدا ليكم ولدعمكم ليا، ولكل اللي متابعني شكرا جدا، واللي هيتابعني هتشرفني وتنورني. يا ريت بقى تجربوها بقى، بجد جميلة جدا. ولو عايزاها مشطشطة بقى اكتر حطي فلفل حار. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.